تعالوا نعمل المشروب الجامد قوي ده، حاجة كده سريعة جميلة حلوة للحر قوي. مشروب فعلا يفوقنا في الحر اللي احنا فيه ده. في 10 دقايق هنكون عاملين كمية حلوة قوي ونحطها في الفريزر وهتكون جاهزة معانا. طيب تعالوا كده نشوف المكونات، بس قبل اي حاجة حط لي لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش. عندي المقادير كلها بالكوباية، بنفس الكوباية. معايا كوباية من النسكافيه الحبيبات اللي هو سريع الذوبان. بنفس الكوباية هحط كوباية سكر. كمان نفس الكوباية كوباية مية عادي خالص من الحنفية. كده كل المكونات حطيناها على بعض، هقلبها بالمضرب اليدوي الاول كده لمدة دقيقة او دقيقتين، مش كتير. تقليبتين كده بسيطة كده على طول. وبعد كده هشتغل بالمضرب الكهرباء، ودي خطوة مهمة جدا. انا ما جربتوش في الخلاط، ما جربتوش في الكبة. بس في ناس بتشكر فيه ويقولوا بيكون حلو، بس بيكون خفيف شوية. انا بقول لكم اللي انا جربته بالمضرب الكهرباء حلو قوي، بيدينا نتيجة حلوة. بيقعد معانا في الفريزر مش بيحصل له اي حاجة. هتشوفوا معايا القوام في الاخر بيكون حلو قوي. حطيت طبعا المكونات كلها في حاجة اكبر عشان خاطر لقيت اللهم صل على سيدنا محمد. كل المكونات زي ما انتم شايفين عشان خاطر اشتغل براحتي والدنيا كمان ما تتبهدلش. هفضل بقى كده اقلب باستمرار. كل ما هتقلبي اكتر هتلاقي القوام لونه افتح معاكي وتقل كمان في نفس الوقت. هتلاقي لونه افتح والقوام تقل. انا عايزه يعني اوصلي لاكبر درجه ممكنه في التقل. لو انت مثلا حابه تشيليه في الفريزر، كل ما هيكون لونه فاتح وتقيل معاكي، هيكون طريقه حفظه هتبقى احسن معانا بعد كده، وهيتحفظ في الفريزر ومش هيحصل له اي حاجه ولا هيغير. فهاتي اخرك كده، يعني مثلا ربع ساعة اخرج ضرب كده بالبتاع بالمضرب. معلش بهنج من الحر، الجو فعلا يعني محتاجين حاجة تفوقنا، خصوصا للناس اللي متعودة على القهوة. لا يعني بجد ده برضو يعني بيساعد شوية مع القهوة، حلو يكون بديل عشان خاطر ما نزودش في كمية القهوة. ان شاء الله هيعجبكم، جربوه. شايفين القوام لون افتحي معانا. انا عايزة بقى القوام الجامد قوي ده. شايفين اللون والقوام هو ده المطلوب. هاتي بقى كده علبة تكون نضيفة قوي قوي، يعني ما تكونش حاطة فيها قبل كده اي حاجة اللي هي من اللي هي بتكرف في الطعم او في الريحة. الخطوة دي مهمة جدا، خلي بالك. علبة تكون نضيفة تماما، نشفيها تكون متعقمة ومتنشفة، وما يكونش فيها حاجة قبل كده مستخدماها، يعني اغسليها كويس. ما يكونش فيها اي حاجة من اللي بتأثر في الطعم او في الريحة. وبعد كده نشفيها كويس قوي وحطي فيها الرغوة بتاعتنا زي ما انت شايفة معانا كده. خطوة بسيطة قوي.